رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال على عيون حبايبي الحلوين. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. هلة روايح رمضان بجد بجد أحلى أيام في السنة، أيام قليلة بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك. ربنا يبلغنا وإياكم شهر رمضان في أحسن حال، ويتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. النهاردة بقى بإذن الله هنبدأ مع بعض تنظيفات رمضان. خلاص كده كفاية قوي، اتأخرنا بما فيه الكفاية. لو انت كمان لسه ما بدأتيش، يلا قومي من القوقعة اللي انت فيها وبطلي كسل، ويلا نشجع بعض ونبدأ مع بعض واحدة واحدة. بإذن الله الأسبوع ده هنقضيه تنظيفات رمضان، وبعديها هندخل مع بعض واحدة واحدة في الديكورات، وهعمل لكم ديكورات يدوية نعملها بخامات موجودة عندك في كل بيت. بس قبل ما اكمل الفيديو، لو انتي اول مرة تشوفيني، انا آية ودي قناتي اسمها عالم آية محمود. بقدم انواع مختلفة من الفيديوهات، ان شاء الله تعجبك. فلو لسه ما اشتركتيش، انزلي بسرعة اشتركي في القناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بدأت يومي اول حاجة، جبت ورقة وقلم وبدأت انظم كل الحاجات اللي في دماغي، اللي عامله لي صداع وعدوشة كده وحاسة ان انا مش مرتبة. بدأت اطلعها في ورقة وارتبها الاهم فالمهم، وابدأ انجز واحدة واحدة. ده بيساعدك انك تنجزي اكتر وتعرفي ايه الاولويات بتاعت اليوم، وده هيديكي بجد انجاز رهيب في يومك. فنصيحتي ليكي، لو انت عندك دوشة في دماغك، حاسة انك تايهة من نفسك، مش عارفة تلاقي نفسك كده، هاتي ورقة وقلم واقعدي فرغي كل اللي بيدور في دماغك. اعملي كده عصف ذهني لكل حاجة بتدور جواكي ورتبيها في ورقة. ده هيساعدك انك تشوفي الحاجات اللي تايهة عنك، او الحاجات اللي مسببه لك ازعاج وانت مش عارفاها، وفي نفس الوقت هتساعدك انك تنجزي اكتر. بدأت بقى يومي بعد كده ان انا اول حاجة بدأتها البلكونة. طبعا كنا شايفين الجو الايام اللي فاتت كان عامل ازاي، فكان فيه تراب كتير. قلت لو بدأت من جوه لبره ده هيدخل، يعني اكيد الدنيا هتتبهدل تاني. فبدأت الاول من البلكونة، بحيث ان انا لما ابدأ اشمس الحاجة اطلعها فيها يكون افضل بكتير من ان انا ابدأ الاول من الصالة. بعد كده بدأت بقى اشيل فرش الانتريه، قلت لازم هغسله كله. هو الحمد لله كان نظيف، بس انا بحب اغسله، بالذات ان هو عندي الحمد لله سلس جدا ان هو سوست. ودي حاجة جميلة جدا يا جماعة بجد، بعد تجربة. يعني احنا لما كنا بنات ما كناش مدركين حاجات كتير، بالتجربة وبالحاجة لما بتتعاملي معاها بتساعدك اكتر ان الامور توضح قدامك. فانت لو لسه عروسه او لسه هتجهزي نفسك، حاولي الانتريه بتاعك، الركنه، الحاجات دي تبقى بسوست يا جماعه. ده بيكون اسهل بكتير من ان انت تقعدي تدعكي فيها او تسبيها، وطبعا بيهلك القماش، بيسبب اضرار. يعني مش كل حاجه بتكون اوضح او اسهل ان انت تعمليها، عكس ما بتكون الحاجه سوسته، خلاص انا هشد السوسته واخدها احطها في الغساله تنشف احطها تاني. بجد بتكون الموضوع سلس جدا جدا جدا. فاللهم لك الحمد، هو كان نصيبي كده. ولما جيت عملت الركنه عملتها برضو بسوست عشان يسهل عليا الموضوع. تعالي بقى واحنا بنعمل التنظيفات نتكلم مع بعض في شويه حاجات. اول حاجه عايزه اكلمك فيها النهارده، ونصيحه ليكي حطيها كده حلقه في ودنك، حاولي تتقبلي نفسك زي ما انتي. اسمعي لصوت نفسك الداخلي، لان نفسك هي ادرى واحده بالظروف المحيطه بيها. يعني ايه كلامي؟ يعني ما تحاوليش تقارني نفسك بحد ايا كان هو مين. مجرد مقارنتك للشخص ده او مقارنة ظروفك بظروفه ممكن يخليكي تستحقري من اي حاجة انت بتعمليها. تستحقري من شكل بيتك، تستحقري من ديكوراتك، تستحقري من حياتك، من طريقة تربيتك لأولادك، وده ممكن يضغطك نفسيا لدرجة توصل للانهيار. فبلاش تعملي في نفسك كده، بلاش تقارني اصلا نفسك بحد ايا كان هو مين. انت ادرى بالمرحله اللي انت فيها والظروف اللي انت فيها، وادرى تطلعي من الظروف دي احسن حاجه عندك. كونك ان انت قدرتي تعملي من الظروف دي حاجه تسعدك وتسعد اولادك، فده في حد ذاته انجاز. فما تسمحيش بقى لاي حد انه يقلل من الانجاز اللي انت عملتيه ده، ولا حتى تسمحي لنفسك بده، لان مجرد مقارنتك نفسك بحد تاني ده بيضغطك ضغط جامد جدا، وممكن يوصلك لحد الانهيار. كمان ممكن تستحقري اي حاجة انت بتعمليها في بيتك قدام الحاجة اللي الشخص ده بيعملها.
فبالتالي اتقبلي نفسك بظروفك انت. ولو تعرفي حد او بتتابعي حد بيوصلك للمرحله دي في حياتك، فمن الافضل ان انت تبعدي عنه تماما على الاقل في الفتره دي، لان انت فعلا تستحقي الافضل. تاني حاجة عايزة اقولها لك النهاردة، انك اي حاجة عايزة تعمليها او عايزة تحققيها في حياتك، هاتي ورقة وقلم واكتبيها. اكتبي كل اللي انت عايزة تعمليه، كل حاجة نفسك فيها، كل حاجة عايزة توصلي لها، سواء في اولادك، سواء في نفسك، سواء في بيتك. اكتبي كل حاجة في ورقة وعلقيها قدامك، خلي ده الهدف اللي انت عايزة توصليه، وحاولي وعافري واجتهدي، حاولي مرة واثنين وثلاثة واستمري، ومع الوقت هتيجي. مفيش حد بيحاول وبيتوكل على ربنا غير لما ربنا بيديله اللي هو عايزه. واوعي تفتكري ان تربيتك لاولادك واجهادك عليهم وسهرك معاهم كل ده هيروح على الارض، وان هم بس معطلين اهدافك وطموحاتك ونجاحك. ابدا، خليكي ذكيه. دول الباقيات الصالحات. عارفه يعني ايه الباقيات الصالحات؟ يعني اي زرعه، اي ثمره، اي حاجه بتزرعيها فيهم انت اللي هتحصدي بعد كده، سواء في حياتك او بعد مماتك. فاحسني زرعتك، لان الحاجه اللي هتزرعيها هي اللي هتحصديها، وهي اللي هتربي عليها اجيال كتير بعد كده. فتخيلي ان الباقيات الصالحات خير، فقدمي الخير عشان تلاقيه. وعيشي المرحلة اللي انت فيها واستمتعي بكل لحظة فيها، لان خلي بالك ان ده الماضي بتاعك والذكريات بتاعتك وبتاعت اولادك. فحاولي تستمتعي بيها وبكل تفاصيلها، لانك بعد كده هتتمني انك ترجعي لها. اما اهدافك وطموحاتك اللي انت عايزة تحققيها، فممكن في المرحلة دي انك هتأجليها شوية، ولكن بالمحاولة والمعافرة والاجتهاد هتحققي كل اللي انت عايزاه. بس خلي عندك اصرار وحسن تخطيط. تالت حاجة حابة أكلمكم فيها النهاردة هي علاقتك بربنا. أكيد أنا مش أهل للكلام ده، ولكن إحنا بناخد بإيد بعض. فأنا هقولك على مثال من خلاله هتتضح الرؤية. تخيلي كده لو إحنا جبنا جهاز تليفون أو جهاز كهربي في البيت عايزين نستخدمه. أي جهاز بنجيبه بيبقى نازل معاه كتالوج. الكتالوج ده هو الإرشادات والصيانة وطريقة الاستخدام بتاعه. كذلك البشر لما ربنا خلقهم نزل الجهاز بتاعهم والصيانة بتاعتهم وكل حاجة. عندك الشريعة وعندك الدين، عندك الكتاب والسنة، القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ده المنهج اللي بنمشي عليه. علاج قلبي الاستغفار، الصلاة اللي بغسل بيها كل هموم الدنيا. فتخيلي ان انا راكنه كل الارشادات دي على جنب وسايباها وماشيه في الدنيا، زي ما اكنك واخده الجهاز عماله بصي غسيل ومكوى بتستخدميه في اللي ليه واللي ملوش فيه. بس لما بيعطل ويقف قدامك بترجعي للارشادات بتاعته وتشوفي هي بتقول ايه عشان تمشي عليها، عشان ترجعي كفاءة الجهاز زي ما كانت. فانت كمان طول ما هموم الدنيا بتكتر على قلبك وتحسي ان انت غرقانه في هموم الدنيا وعايزه تنجي بنفسك، ارجعي لربنا واسمعي كتير ناس بتتكلم عن ربنا. ولو الصحبة اللي حواليكي كلكم واقعين في علاقتكم بربنا وشايفة ان هم هيأخروكي، فسيبيهم دلوقتي مبدئيا. مش بقولك ابعدي عنهم، ولكن سيبيهم مبدئيا. ارتقي انت بنفسك، اسمعي وحاولي تطلعي، وبعد كده ارجعي وخدي بايديهم وعرفيهم على الطريق اللي انت وصلتي له، وخديهم وارتقوا ببعض تاني. واللي اقدر انصحك بيه وهيحللك اي مشكلة في حياتك، انك تخلي ما بينك وبين ربنا خبيئة، يعني عبادة بتعمليها بينك وما بين ربنا، ما فيش حد اي مخلوق يعرف عنها حاجة خالص. وليكن ركعتين قيام الليل، بتصلي ركعتين قيام الليل وكل البيت نايم محدش يعرف عنهم حاجة. وليكن صدقة مخفية محدش يعرف عنها حاجة. اي حاجة تكون سر ما بينك وبين ربنا، ده الطريق يا رب اللي انا هتقرب لك بيه، ده الطريق اللي هقرب من ربنا ليه، ده الطريق اللي هينجيني من اي ثغرة ومن اي ضائقة انا هقع فيها. وفضفضي بقى، فضفضي كتير قوي مع ربنا، اتكلمي في كل صغيرة وكبيرة. ما تديش سرك لأي أي بشر أيا كان هو مين، ولكن خلي ربنا هو ملجأك وملاذك. قولي لربنا كل حاجة طالما في تأدب في الحوار مع ربنا، فاتكلمي وقولي كل حاجة صغيرة وكبيرة، احكيها وفضفضي وانتي ساجدة وانتي قاعدة بتتكلمي يا رب حصل كذا، وبتفضفضي وبتفضي كل اللي جواكي وترمي توكالك كله على المولى عز وجل. بجد العلاقة مع ربنا حالة يا جماعة، بجد بتديكي راحة وسكينة. يا رب يا رب يرزقنا وإياكم السكينة والراحة ولذة القرب من ربنا.
بس مش هطول عليكم اكتر من كده، حاسه اني صدعتكم ودوشتكم وقعدت الوك كتير قوي، بس مفيش اجمل من الايام دي اللي نتكلم فيها على ربنا. ولما تفتحي بجد الكلام عن ربنا حتى لو انتي مقصره بتلاقي نفسك لا في حاجه غلط يا جماعه. المهم مش هتكلم اكتر من كده، خلاص كفايه لك لغايه هنا. زي ما انتوا شفتوا عملنا الروتين بتاعنا والتنظيفات بتاعتنا في الصاله. والخلطه يا جماعه اللي استخدمتها في تنظيف الانتريه بجد تحفه والله العظيم، بجد عن تجربه. بتشيل اي بقع، سواء بقع بقى حبر، بقع متراكمه، اي حاجه موجوده في الفرش بتاعك بتشيله. ونزلت لكم شورتس بيها، وهي عباره عن ميه مغليه بحط عليها معلقه بيكربونات صوديوم ودوني واي مذيب بقع عندك، وبتبدأي تدعكي بفوطة كده تمرريها على البقعة، بيطلع اي حاجة موجودة في الانتريه بتاعك ما بيسيبلهاش اثر. طبعا انا كنت بعملها للايد بتاعة الانتريه، لانها بتحتاج بجد غسيل بطريقة محترمة يعني. اما الارضيه فانا مش من النوع اللي بيحب الرغاوي الكتير والميه الكتير، لا انا يا دوب هو بس ممكن اعمل حاجه تلمع، فبحط ميه برضو مغليه، بحط عليها خل ودوني او ديتول، بحيث ان هو ديتول المصري يا جماعه خلي بالكم، عشان المقاطعه بقت بجد اخر ادب يعني، بجد الله المستعان. المهم خلصت وفرشت، وبعد كده بدأت أعطر، وبستخدم معطر فريدة. بجد يا جماعة ريحته تحفة جدا، أنا بحب أصلا بهجة، بس المرة دي كان عندي العود. ولما تيجي ترشي المعطر رشيه على الأماكن اللي بيثبت فيها، يعني ما ترشيش في الهواء، رشي على الأنتريه، رشي على الستاير. وعايزة أقولك نقطة مهمة خلي بالك منها، حتى فريدة نفسه في نوع نازل بيكون لونه مش أبيض، بيكون أصفر، فللأسف لما بترشيه على المفروشات بيصفر وبيعمل بقعة في المفروشات. هي بتطلع بسهولة في الغسيل، ولكن المنظر وانت فرشاها ما بيكونش ألطف حاجة. فخلي بالك لو المعطر بتاعك فيه لون ما ترشهوش أبدا على المفروشات. بس خلصت الصلاة ودخلت تلميعة سريعة على السفرة، بس طبعا كنت غاسلة المفارش، خدتها طبعا طالما هغسل فغسلت كله مرة واحدة. وبعد ما لمعت الخشب ولمعت الإزاز بعد كده فرشتهم وحطيت الأنتيكات، وبجد اللهم بارك ريحة النظافة يا جماعة بتفرق جدا، وبتخلي النفسية كده مبهجة اللهم بارك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، هستنى تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي بسرعة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.